أحدثكم عن أقرب مرحلة لنا، أي المرحلة التي ندرسها لأبنائنا. سوف أحدثكم عن الجيتول، سوف أحدثكم على إنسان تغنيف 10,000 سنة، سوف أحدثكم عن إنسان بير العاتر، سوف أحدثكم عن إنسان وهران، لأنه هذا أولا بعيد. والشيء اللي معروف أن آدم عليه السلام بحسب الدراسات والأبحاث هو ابن 15,700 سنة، وهؤلاء يتحدثون عن بشر أو مكونات شبيهة بالبشر تفوق أعمارها ملايين السنين، وهذا ضرب من الخيال، لأننا نعرف أن البشرية كلها كما حدثنا سيد الخلق كلكم لآدم وآدم من تراب. الذي يحس أنه خرج دائرة الآدمية فهو ليس منا ونحن لسنا منه. لذلك هذا التنوع البشري أخي عبد الله والسادة المستمعين هو جزء لا يتجزأ من الشخصية الجزائرية التي انصهرت عبر الزمان وعبر المكان. لكن للأمانة والتاريخ هناك محطات كبرى حددت هذا المكون البشري الذي تتحدث من خلاله الشخصية الجزائرية. طبعا أقرب تاريخ وأقرب معالم حضارية وأقرب معالم عمرانية هي الوجود الفينيقي القرطاجي. وبالمناسبة أعرف جيدا أن وسائل التواصل الاجتماعي هذه نمطت وشوهت وأفسدت علينا تاريخنا، لكن الثابت وللأمانة والتاريخ المكون الفينيقي والمكون الكنعاني حاضر في المنطقة منذ أكثر من 1200 عام، يعني بالتقريب حوالي 3000 سنة الآن، أو 2500 أو 2700. فالمكون الفينيقي والمكون الكنعاني كان حاضرا بشكل كبير جدا، وكان يتصارع مع مكونات أخرى كانت قد مرت بهذه المنطقة. عندنا المكون الإغريقي، ثم فيما بعد الفينيقي والكنعاني، ولكن بالتوازي مع حضور المكون الفينيقي والمكون الكنعاني هناك ما يسمى بالعنصر المحلي وهم النميد. والنميد هم الذين يقعون في أطراف أو جنوب تونس في الوقت الحالي حتى تكونوا في الصورة، لأن التاريخ الآن مملوء بالتزوير ومملوء بالأكاذيب، وما أكثر الأكاذيب التي يتداولها الناس الجزائريون في وقتنا الحالي خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي. العنصر المحلي الذي سيكون له مكانة كبيرة جدا لمواصلة ما تعلمه من الفينيقيين ومن القرطاجيين هو الملك سيفاكس. والملك سيفاكس هو مؤسس أول كيان سياسي، اسمعوا هذه على ذمتي كمؤرخ، أول كيان سياسي هو من تأسيس سيفاكس بعيدا عن التصوير. وسيفاكس بالمناسبة كان حليف لقرطاج التي تأسست في القرن السابع قبل ميلاد 700 سنة قبل ميلاد سيد المسيح عليه السلام. وسيفاكس هذا كان يمثل جزء لا يتجزأ من شخصية النميد المستقلين عن الصراع الذي كان يدور في منطقة الصقلية. يقول كيف استطاع هؤلاء العرب الذين جاءوا من أقصى الدنيا من مصر في حدود 21 و27 و77 أن يتمكنوا من التفاهم مع المكون البشري غريب عنهم؟ قال هؤلاء يتكلمون الكنعانية أو الفينيقية الكنعانية، والكنعانية الفينيقية هي جزء من اللغات المنتشرة في منطقة حمير ومنطقة سباء والمنطقة اليمن بصورة عامة. هل هؤلاء العرب حينما جاءوا إلى هنا جاءوا بتراجم أو ترجمان ليتمكن من قراءة ما في أفكار هؤلاء ساكنة منطقة الأوراس أو ساكنة تبسة أو ساكنة منطقة تلمسان أو شيء من هذا القبيل؟ أعتقد هذا موضوع تتحدث عنه الآن وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي بشيء من الاستخفاف وبشيء من التصوير للأسف الشديد. اللغة المستخدمة في بلاد المغارب في المحطة الأولى حتى مصينيسة تجاوزا الذي يسمي الناس أنه كان قد أسس دولة، سيفاكس، هؤلاء كانوا يستخدمون البونيقية، اللغة الكنعانية البونيقية، سواء في قصورهم أو احتفالاتهم أو حتى في جنائزهم واحتفالاتهم في الأعياد، إلى أن تمكن المسلمون من افتكاك المنطقة من الاستعمار الروماني والاستعمار البيزنطي وأدخلوها في حضارة العربية الإسلامية التي ستشكل ل 1400 سنة امتداد للصورة السلمية الراقية والمتميزة التي كانت عليها أرضنا في أيام الفينيقيين وأيام الكنعانيين. الآن تبقى منطقة الفتوحات الإسلامية والمكونات وغيرها هذه واضحة. اللغة التي ستستخدم في الإدارة وفي الحواضر الكبرى وحتى في الأرياف هي اللغة العربية، مع درجات أو لهجات لقبائل عربية معروفة ولمكونات بربرية معروفة أيضا في الجزائر وفي تونس وفي المغرب وفي طرابلس. وبالتالي فإن المكون اللغوي المحلي الذي يتكون بالتقريب من حوالي 12 لهجة سيصبح جزء لا يتجزأ من مكون الشخصية الجزائرية. اسمعوا جيدا أيها السادة الأفاضل، هذه اللهجات 12 من تركية وتماشك وقبائلية وشاوية
وريغية وغيرها هي التي تشكل تراثنا الثقافي المشترك. إذا وظفناه توظيف سيء فسوف يدمر هذه الشخصية الجزائرية. كل يلغي بلسانه، كل يستطيع أن يتكلم بلسانه، لكن عليه أن لا يجعل من هذا اللسان مدخلا لتأسيس كيان أو التحالف مع كيانات خارج دائرة الوطن. لأن من بين أهم القضايا التي سأعالجها في آخر هذه المداخلة هي هويات قاتلة، ومن بين الهويات القاتلة هي تأسيس الأمازيغية من طرف الأكاديمية البربرية في 67، والتي الآن أصبحت من المكونات التي تشكل الصراع الاجتماعي، ونتمنى أن يبقى فقط في حدود الصراع الاجتماعي في بلاد المغارب، لأن توظيف لغة ثم بعد ذلك مكون سياسي من طرف مشاريع إسرائيلية ومشاريع فرنسية هي جزء لا يتجزأ من مشروع تقسيم الوطن لا قدر الله. وبالتالي أعتقد أن هذه المشاريع كانت حاضرة بشكل كبير جدا في أيام دوغول من خلال كتاب ألان بيريفيت، ونقوله لكم بالفرنسية فوتيل بارتاجي الجيري، هل يستلزم تقسيم الجزائر؟ والآن تقسيم الجزائر حاضر في تل أبيب. أعتقد الآن أيها السادة الأفاضل أنه المكون أو اللغة الأصلية، لغة الإدارة، لغة الثقافة، لغة الفقه، لغة الحديث، هي اللغة العربية. صحيح أنه يتحدث الناس عن المهدي بن طمرت أو شيء من هذا القبيل، أو في منطقة أو في القرن 17 والثامن عشر كان يكتب الحديث والفقه أو حتى ترجم القرآن الكريم بلهجاته المعروفة من هذه، أو لهجة من لهجات الاثنى عشر التي قلت أنها تشكل جزء من الموروث الثقافي المشترك بين الجزائريين. لكن تبقى أن اللغة العالمة واللغة لغة الإدارة ولغة يوسف بن تاشفين ولغة المهدي بن طمرت ولغة عبد المؤمن بن علي الكومي النضرومي هي اللغة العربية. اسمعوا جيدا، لغة البلد هي اللغة العربية. بطبيعة الحال كلمة وددت أن لا أخفيها ولا أبقيها في قلبي، أن من أخطر المخاطر على الشعوب مهما بلغت أو بلغ شأوها من التطور هو التعدد اللغوي. أنا أقول وأنا أتحمل كل مسؤوليتي. تفكيك الاتحاد السوفيتي ليس فقط الصراع ما بين الشرق والغرب، بل لأن الاتحاد السوفيتي يحتوي على جمهوريات وثقافات وألسن وديانات متعددة. نعم، التنوع تعلمناه في اللغة العربية أنه زيادة في الخير، التعدد قيمة مضافة، لكن التعدد الخطير هو أن تكون هناك لغات، واللغة هي الوعاء الذي يحمل شخصية مختلفة عن اللغة الأخرى. مهما قيل ويقال أن هذه اللغة هي بنت كذا أو حفيدة كذا، اللغة الوحيدة التي يجب أن نحافظ عليها هي اللغة العربية، وإلا سنتعرض إلى التفكك الذي عرفته روسيا والاتحاد السوفيتي. أخيرا، النقطة الأخيرة هي التاريخ. احنا تكوننا على المكون البشري ولا متنوع، تكلمنا عن اللغة، نتكلم الآن على جزئية أساسية اللي هي التاريخ. في المرحلة القديمة تتحدث كتب التاريخ عن الفينيقيين والكنعانيين، تتكلم عن الدولة النوميدية، وهذا موضوع أيضا الآن أصبح جزء من يتجزأ من التناقضات والخلاف الواقع بين الجزائريين. أنه تاريخنا الوسيط أو العصر الوسيط أو المرحلة الوسيطة اللي هي العصر الذهبي لأمتنا هو دخول الجزائر ودخول المغرب الأوسط ضمن حلقات الحضارة العربية الإسلامية. وأصبحت الجزائر أو المغرب الأوسط من أبونا أو من قسنطينة إلى غاية حدودنا الغربية المعروفة آنذاك هي جزء يتجزأ من هذه القبائل وهذه الشعوب وهذه المكونات التي ساهمت مساهمة كبيرة جدا في الفتوحات الإسلامية. أنه الجزائر ستعرف الاسم الحالي والحدود الحالية مع مكون جديد من 1516 إلى غاية 1830 اللي هو المكون العثماني. المكون العثماني هو الذي سيترك لنا بصمته على مستوى العمران، قصبة، كتشاوة، مدينة المدية، ضواحي منطقة بجاية وتيزي وزو. هذه كلها الحضور العثماني واللمسة العثمانية واضحة. صالح باي، البيات، أحمد باي، كل المناطق التي كانت عمرانا وحواضر لحضور عثماني ل 300 سنة هو الذي سيعطي للجزائر الدولة الجزائرية الحديثة، هذا المكون البشري وهذه الثقافة الجزائرية العربية الإسلامية المتميزة التي أصبحت تنافح عن نفسها. من الأمر الآخر أن الجزائري معروف أنه حنين وعاطفي، ولكن الجزائري هذا كي تجيه بالملاحة، نقولها لكم بالدرجة الحلوة، بالملاحة يعطيك الدار، كي تجيه بالقباحة يعطيك بالدماغ. شوف خويا عبد الله العشي، تسمعني مليح؟ أي نعم أسمعك. الإنسان التاركي إنسان أصيل في هذه الأرض، وهو جزء يتجزأ من العرب الذين جاءوا مع إفريقش 200 سنة قبل ظهور الإسلام.
سمعتني ولا لا؟ نعم نعم اسمعك. والانسان التركي اللي توارق كما يقال في اللغه الانجليزيه والعربيه او الفرنسيه امتداده من الصحراء الغربيه الحاليه الى غايه منطقه الصومال. وهؤلاء التوارق عرب. الفرنسيون وعلم الاجتماع الاستعماري، علم الاجتماع الاستعماري والفرنسيون والانجلو ساكسونيه، الدراسه الانجلو ساكسونيه هي التي هجنتهم واعطت لهم جنسيات او مكونات جنسيه غير الجنس العربي الذي ينتمون اليه. انت لما تقول يوسف بن تشفين، يوسف بن تشفين تركي، سيدي تواريق تاع الصحراء الغربيه، هو عربي حميري، جاو هنايا 200 سنه ما يفيقش قبل البعثه النبويه، قبل يعني جاو في القرن الخامس لميلاد السيد المسيح عليه السلام. معناها جاو في فتره ما بعد المكونات الشهيره الفينيقيه والكنعانيه، وهؤلاء هم اقرب. والاكثر من ذلك الانسان التركي هو الذي شكل العمران والحضاره في المنطقه الشماليه. لكن للاسف الشديد انت تعرف انه تاريخنا القديم بيد المدرسه الاستعماريه، وهذا كلام الاستاذ شنيتي المتخصص. والفرنسيون هم الذين شكلوا العقليه الموجوده الان عند العنصريين. وبالتالي فما ذنبي انا كما يقولوا الفرنساوي شوي ميديفيست، انا استاذ تاع القرون الوسطى تاع العصر الوسيط، لكن انا نعرف ان يوسف بن تشفين من خلال جداله ومسوفه ولمطه هذه قبائل تركيه، هؤلاء عرب، لكن للاسف الشديد لسانهم هي هذه العربيه القديمه او هذه البربريه. وطبعا نحن الان في خلاف مع اخواننا حول هذه المسائل. لماذا؟ لانه دخل بيننا الغريب الفرنسي والغريب الاسرائيلي، ولذلك نحن نتصارع فيما بيننا، والمنتصر الوحيد هو الذي يتفرج في باريس او في تل ابيب. احنا الان نعيش تحدي، وهذا التحدي هي حاجه اسمها هويات قاتله. الهويات القاتله معروفه الان في تاريخ العالم. انا عندي الان اكثر من 10 كتب تتكلم في هذا الموضوع. عندنا الفينيقيه الان في لبنان، عندنا الفرعونيه، وعندنا الامازيغيه في شمال افريقيا. وسوف افصل في هذا الموضوع مع الاستاذ طارق. لذلك اعتقد انه الان الغرب ومن خلاله فرنسا واسرائيل يسعون من اجل تمزيق افريقيا مره ثانيه، يعني ابقاء افريقيا دائما حديقه خلفيه لمنتجاتهم ولنفاياتهم الثقافيه وبين قوسين وتجاربهم العلميه. لذلك انا نقول انه مساله التوارق انا اعرفها جيدا واعرف كبار المتخصصين في هذا الباب، لكن الان التوارق عرب ولا مش عرب هذه حاجه اخرى. انا بالنسبه لي انا عرب. انا اخي انا الشيء الذي اعرفه ان لغه افريقيا هي اللغه العربيه، لكن حينما دخل الاستعمار سيطر على لغه افريقيا في المالي وفي النيجر وفي الساحل وفي شمال نيجيريا وفي غيرها من البلدان. دون ان اتحدث عن شمال افريقيا، الحمد والشكر لله هذا مجتمع عربي، وانا متمسك بهذا الكلام، ويستطيع خصومنا ان يقولوا ما يشاءون. انا كتبت عن الامازيغيه في الدستور، وانا ضد هذه الامازيغيه، لان 12 لهجه هي تراث ثقافي مشترك بين كل الجزائريين. احنا عندنا التماشق، عندنا الشاويه، عندنا القبيليه، عندنا الزناتيه، عندنا الريغيه، عندنا 12 لهجه، وهذه اللهجات لا يمكن ان تتطور الى مستوى لغه. احنا الان يتكلمون عن لغه اعتباريه او لغه ستتكون في المخابر، ونترك لغه بها اكثر من 12 مليون مفرده. هؤلاء الذين يؤسسون الامازيغيه عن حسن قصد او عن سوء قصد هم جزء لا يتجزأ من مشروع تقسيم الوطن. الوطن بلغتين كأنه وطن يحمل قلبين. ولذلك أعتقد أن الأمازيغية صناعة إسرائيلية بامتياز، وأقولها أمام مثقفين وجامعيين من ذوي الكعب العالي. الأمازيغية يا أيها السادة الأفاضل مشروع إسرائيلي فرنسي من أجل تفكيك الوطن. اقرأوا ما يكتب إخواننا المغاربة، وما يكتب إخواننا الجزائريين الصادقين، وما يكتب الآن إخواننا في ليبيا. مشروع الأمازيغية وتمازغة مشروع شبيه بشكل كبير جدا بإسرائيل الكبرى من النهر إلى البحر. الجزائر مهددة من الداخل، والقلعة مهددة من الداخل. وبالمناسبة هناك حركة، وأبناء الحركة وأحفاد الحركة وأحفاد الخونة يسعون من أجل تفكيك هذا الوطن، وأنتم تملكون بعد النظر وتعلمون يقينا أنها مسألة مش مسألة دعايات التلفزيون كما كانت أيام الأبيض والأسود. الجزائر على محك من الخطر.